السلام عليكم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي مساء الخميس من محافظة سعدة باتجاه مكة المكرمة. وقد أقر الحوثيون بإطلاق الصاروخ، لكنهم قالوا إنه استهدف مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما دلالة إقدام ميليشيا الحوثي على استهداف الموقع الأكثر قداسة لدى المسلمين؟ وما هي التبعات المتوقعة لهذه الخطوة على مسار المواجهات ضد ميليشيا الحوثي في اليمن؟ في معرض إنكار استهداف قبلة المسلمين مكة المكرمة بصاروخ باليستي مساء الخميس، لم ترى ميليشيا الحوثي في اليمن حرجا في ادعاء استهداف مؤسسة مدنية كمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، أكثر مطارات المملكة العربية السعودية ازدحاما. قيادة تحالف دعم الشرعية أكدت من جانبها أن الصاروخ كان متجها إلى مكة المكرمة، وأنها اعترضته ودمرته على بعد 65 كيلومترا فقط منها، وقصفت موقع انطلاقه. تقرير ناصر عيد طاهر. أذاهم عابر للحدود، فلا يكتفي مسلح الحوثي والقوات الموالية لصالح بخرق الهدن على أرض اليمن حيث يقاتلون الشرعية، وإنما يحاولون كل ما أمكنهم ذلك نقل المعركة إلى داخل الأراضي السعودية. هناك صعدوا هجماتهم منذ فشل مشاورات الكويت، وزادوا الجرعة بعد إعلان الهدنة الأحدث قبل أسبوع. حتى الآن بلغت خروق ميليشيات الحوثي صالح ضد منطقة نجران بجنوب السعودية وحدها نحو 80. وقد أحصى متابعون 35 صاروخا انطلقت باتجاه السعودية منذ بداية عمليات التحالف في اليمن أواخر مارس من العام الماضي. ثم جاء الصاروخ الأحدث، وهو من الطراز الذي يتهم الإيرانيون بالوقوف وراء تهريبه أو نقل تقنيات تعديله. أخطر ما في الصاروخ ليس كونه باليستيا كما تباهي بذلك الميليشيات التي أطلقته من محافظة صعدة اليمنية، وإنما وجهته مكة المكرمة. ومع أن التحالف العربي يؤكد اعتراض الصاروخ وتدميره والرد باستهداف موقع الإطلاق، فإن الفعلة الحوثية بدت سابقة خطيرة لم تتوقف إدانتها عند حدود المملكة. لا مفر من السؤال هنا: باسم من ولمصلحة من يقاتل هذا الفريق الذي لا يراعي لمقدسات المسلمين حرمة؟ يقول وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن جماعة الحوثي وقوات صالح المدعومين من إيران لم يراعوا إلا ولا ذمة باستهدافهم البلد الحرام وقبلة المسلمين حول العالم. ولأن مكة كذلك، فقد اعتبر مجلس التعاون الخليجي استهدافها استفزازا لمشاعر المسلمين واستخفافا بالمقدسات الإسلامية وحرمتها. بدا ذلك للمجلس أيضا دليلا بارزا على إمعان جماعة الحوثيين وقوات صالح في تجاوزاتها ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته. يبدو ذلك آخر هموم الميليشيا التي تزعم أن صاروخها المسمى بركان واحد، وهو صاروخ سكود مطور محليا، إنما كان يستهدف مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، أشد مطارات المملكة زحاما. وكأن هذه أخف من تلك وأيسر على التبرير. وبعيدا عن تلك المزاعم، فإن أي مراقب محايد للمشهد سيسأل عن سر امتلاك تحالف الانقلاب في اليمن حتى الآن لتلك المنظومة الصاروخية. قد لا يكون لتلك الصواريخ تأثير كبير في مسار المواجهات العسكرية لصعوبة الاستمرار في تخزينها واستخدامها، لكن مزاوجة إطلاقها مع المعارك الدائرة على الحدود توشك أن تحول الأنظار عن الصراع اليمني بين الشرعية وقوى الانقلاب، وتلك ربما من المقاصد الأساسية للحوثيين وحلفائهم. نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة في الاستوديو الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. من الرياض الدكتور حمدان الشهري الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ومن صنعاء عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي. نبدأ بالدكتور حمدان الشهري في الرياض. إطلاق هذا الصاروخ كيف فهم في المملكة العربية السعودية؟ أهلا بك عزيزي، وحييك وحيي مشاهدي قناة الجزيرة أهلا وسهلا. على كل حال،
تعرف، هو فهم بأنه يعتبر مرحلة جديدة وفصل جديد يكشف فيها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بأنها لا ترعى طبعا ولا تحترم حرمة مكان ولا تهتم بحياة إنسان. اليوم توضح بأنه تستفز مشاعر المسلمين وأنها تقوم بضرب أقدس مقدسات المسلمين ولا ترعى عن ذلك ولا تقف حتى يعني عن ذلك. وهذا إن دل يدل يا سيد الكريم، لو تذكر قبل شهر كنا في موسم الحج وكانت إيران تعرف تروج لذلك، وإيران هي زعيمتهم التي تقدم على مثل هذه المشاكل أعتقد، وحتى أن تلحق الضرر بالحرمين الشريفين. عندما تأتي إلى الحج لا ترعى للحج ولا لموسمه ولا المكان أي قدسية أو حية أو حتى احترام. إذا الحوثي اليوم يسير على نفس خطى ما سارت عليه إيران، بل وكأنه يريد أن يقول إن لم تستطيعوا إيران في هذا الموسم أن تخربوا في المشاعر المقدسة فأنا جاهز لأطلق الصاروخ حتى يضرب المشاعر المقدسة ليقوم بذلك نيابة عنكم. يعني لا نستطيع فهم أكثر من ذلك. ما الذي يريد أن يرسله الحوثي أكثر من ذلك؟ أن يستهدف أقدس مقدسات المسلمين. ما هي الرسالة التي يريدها؟ هل يريد يقول أنني أستطيع أن أصل حتى إلى الحرم، وإذا استطعت أن تصل إلى الحرم وضربت لا سمح الله الحرم، ما الذي تريد وماذا تستفيد؟ أنت تستفز اليوم مشاعر المسلمين، أنت تستفز بل وتعطي المملكة العربية السعودية، وأنا أقولها بكل صراحة، عندما قامت بمحاربة أو قامت باستعادة الشرعية ومحاربة هذه الميليشيات وإيران، يعني عندها الحق في ذلك، لأن هؤلاء لا يرعون لا للإسلام ولا لمقدساتهم أي احترام. وانظر إلى ما يفعلون. إذا نحن على حق في مواجهتهم، نحن على حق في مواجهة إيران، نحن على حق إلى مواجهة هذه المشاريع الهدامة التي لا تحترم لا للمسلم ولا للإنسان إنسانيته، ولا تحترم المشاعر المقدسة أماكنها أو حرمتها. ولكن سيد شهري، اسمح لي سيد شهري، يعني سواء كان هذا الصاروخ فعلا يستهدف مكة المكرمة كما تقولون، أو يستهدف مطار الملك عبد العزيز كما تقول جماعة الحوثي، سيد عبد الوهاب الشرفي، سواء كان هذا هو الهدف أو هذا هو الهدف، الأمران صعب أنه يتم استقبالهم كهدف مبرر عسكري أو أخلاقي. مساء الخير لك ولضيفك الكريم. مساء الخير سيدي. بعد مساء الخير انقطعت المكالمة، إذن سنحاول أن نعود إلى السيد عبد الوهاب الشرفي. دكتور عبد الوهاب الأفندي، عندما يقال بأن الهدف لم يكن مكة وأن مكان مطار الملك عبد العزيز، هذا يعني رب عذر لا يقل قبحا عن الذنب. يعني كيف ترى هذه المسألة؟ يعني بما أنه هذا أصلا صاروخ يعني غير موجه وليس سمارت، يعني من النوع الذكي الذي ممكن أنت تبرمجه، فواضح أنه يعني لم يكن يهم بالنسبة لجماعة الحوثي سقط في مكة أم سقط في جدة. وواضح أنه الاستهداف قد كان يعني يبدو موجه إلى أحد الهدفين، بالذات المطار، لأنه كان سيكون يعني ضربة قوية إعلامية، ولكنه أنا أعتقد كمان بيكون كعمل إرهابي يذكر بعمليات 9/11، لأنه أنت إذا ضربت مطار ممتلئ بالمواطنين والطائرات بتطلع وتنزل، فقطعا أنت ستمارس عمل تدمير كبير. ويعني في الحديث أنه يعني دم امرئ مسلم بريء أهم يعني أكبر عند الله من الكعبة، وبالتالي في هذا الأمر وقتل الأبرياء لا يقل فظاعة الحقيقة عن قصف الكعبة. ولكن هذا هو تصعيد، واضح أن عملية التصعيد، وأنه كما أن بوتين قال أنه يجرب أسلحته في سوريا، كذلك إيران الآن تجرب أسلحتها في السعودية، ويبدو أن الصواريخ الآن تتحرك بمستويات متصاعدة من صواريخ قريبة إلى صواريخ بعيدة. بالتالي لا يهم في حدث أين كان الهدف، لأن واضح أنهم لم يكونوا يهتمون بأين سقط. نعم. سيد عبد الوهاب الشرفي، نرحب بك من جديد. ضيفانا سواء الدكتور حمدان الشهري أو الدكتور عبد الوهاب الأفندي يجمعان على أن الهدف سواء كان مكة وهو أمر جلل أو كان المطار وهو أمر خطير، يؤكد أن هناك تصعيد من قبل
جماعة أنصار الله، جماعة الحوثي، ومن ورائهم إيران. ما هو التصور السائد في صنعاء أين أنت؟ هو بالطبع الحديث عن أن الهدف هو مكة المكرمة هو نوع من الجنون. اليمنيون هم جزء من الأمة المسلمة، ومكة المكرمة هي محرمة لديهم كما هي محرمة لدى السعودية ولدى إيران ولدى غيرها من الدول الإسلامية، ولهم فيها شاهد هو الركن اليماني على أنهم يقدسونها. الحديث الذي تم من هنا بأن الصاروخ أطلق باتجاه مطار الملك عبد العزيز الذي يضم القاعدة الجوية المعروفة للقوات الجوية السعودية التي تنطلق منها الطائرات لقصف أشد الحرمات عند الله عز وجل، وهي الأنفس المسلمة التي يقصفونها في كل مكان في اليمن، في منازلهم وفي قاعة أعراسهم وعزائهم، وهذا الأمر أصبح معروفا. بيان التحالف هو يدعم ما يقول به الجيش اليمني، لأنه يقول أنه اعترضه على بعد 65 كيلومتر، وهذه المسافة هي تقريبا مقاربة أقل قليلا أو أكثر قليلا من المسافة التي تبعد جدة التي تضم هذا المطار، وبالتالي هو كان بالفعل في أجواء جدة وليس في أشواء جدة، ولكنه تم اعتراضه. يعني لا يمكن أن ننتظره حتى لا يمكن أن ننتظره حتى يضرب مكة لنتأكد من أنه موجه إلى مكة. يا سيدي الكريم، هذا الصاروخ الذي أطلق هو صاروخ باليستي، والصاروخ الباليستي يعرف الجميع أنه يسير في اتجاه واحد، لا يمكن أن يصل إلى نقطة تبعد 65 كيلومتر ثم يغير اتجاهه باتجاه مكة، بمعنى أنه ليس هناك صواريخ معروفة بالصواريخ المجنحة هي التي يمكن أن تغير مساراتها في الجو. أما هذا فهو صاروخ باليستي له مسار واحد لا يمكن أن يغيره، وبالتالي لا يمكن حرفه باتجاه الشرق باتجاه الحرم المكي على الإطلاق، مع التأكيد على أن هذا الأمر لا يحتاج أساسا إلى جدل، لأن اليمنيون هم مسلمون والكعبة هي حرمتهم كما هي حرمة غيرهم. ولكن هل استهداف يعني حتى إذا سلمنا جدلا بأن مكة ليست هي المستهدفة للاعتبارات التي ذكرتها، استهداف هذا المطار حتى وإن كانت فيه ما تشير إليه هدف مبرر؟ هم استهدفوا القاعدة الجوية التي تنطلق منها الطائرات لقتل المدنيين هنا، وهو هدف مبرر وأكثر من مبرر. طالما أن الطائرات تنطلق من هناك لقتل المدنيين ولشن عدوان على اليمن، من الطبيعي أن تضرب هذه القواعد الجوية. في الأخير هدف عسكري مشروع يعرفه الجميع، وليست هذه المعلومة سرا، بإمكان أي شخص أن يدخل فقط إلى جوجل ويبحث وسيجد أن المطار هذا يحتوي أكبر قاعدة جوية للمملكة العربية السعودية، وهي قاعدة عسكرية وليست مدنية. نعم، لنسأل الدكتور حمدان الشهري حول هذا التبرير لما جرى. يعني في الواقع السيد عبد الوهاب كل مرة يعني يفاجئنا بتبريرات، وللأسف هذه المرة يقف في صف إيران عندما يقول حتى إيران هي مسلمة ولا تفعل من ذلك. هو بهذه يعطينا الهدية، وبكل بساطة نقول الكل يعرف ماذا فعلت إيران، الكل يعرف أن المملكة العربية السعودية مسكت مع الحجاج الكثير من المتفجرات، والكل يعرف الفوضى العارمة التي فعلتها في الحرم والقتل والهرج والمرج الذي قامت به إيران. إذا هو اصطف مع إيران فهو ببساطة سهل علينا هذا النقاش واعتراف ضمني بما يريدونه. أما عندما يقول بأنه هذا الصاروخ يرمى ويعني يريد أن يصيب، أنا لا أعرف أن هناك قاعدة جوية. أنا أعرف أنه مطار الملك عبد العزيز هو لاستقبال الحجاج والمعتمرين، وهو من أكبر المطارات الذي يستقبل مئات الآلاف إن لم يكن الملايين يوميا ذاهبين للعمرة وحتى في موسم الحج. إذن هو كان يريد أن يستهدف المسلمين، يقول يقصف لديهم المسلمين. هو كان يريد في مكة لا سمح الله، كان استهدف الحرم واستهدف المسلمين في أطهر بقاع الله. يعني هذا تبرير في الواقع ليس تبرير. ولو كانوا صادقين يريدون أن يصيبوا أو أن يعني يضربوا إحدى هذه القاعدات الجوية، هناك ما هو أقرب يعني على الحدود اليمنية أو أقرب. لكنهم لماذا اختاروا هذا المكان؟ يريدوا أن يرسلوا رسالة بأننا نستطيع أن نصل حتى إلى الحرم وأن
تهدد الحرم، عندما تقول إيران دائما وأبدا أنتم لا تستطيعون أن توفروا أمان للحجاج والمعتمرين، يريد أن يقول نفس الشيء اليوم الحوثي ويرمي ويقول سيكون حجاجكم أو معتمريكم في خطر وصواريخنا تصل إليها. يقول عن بعد 65. هل لديه ضمان أن هذا الصاروخ لن يقع ويكون قريب من الحرم؟ يجب ألا حتى يفكر بأن يرسل هذا حتى في تلك المناطق أو حتى منطقة قريبة ب60 كيلو حتى ما يقول، بل حتى 600 كيلو حتى يضمن ألا يقع في يعني المشاعر المقدسة. هذه على كل هو هذا الصاروخ يعني سيد شهري. نعم، هذا الصاروخ بغض النظر عن الهدف سواء كان مكة المكرمة أو كان مطار الملك عبد العزيز يعتبر تصعيد. ونريد فقط فاصل حتى نتطرق بعد ذلك للتبعات المحتملة لهذا التطور الخطير في المواجهات على الحدود أو بين اليمنيين والسعوديين. إلى اللقاء. أهلا بكم من جديد. ما زلتم معنا في هذه الحلقة التي نتناول فيها أبعاد وتأثيرات التصعيد الحوثي الإيراني ضد السعودية على ضوء استهداف الحوثيين لمكة المكرمة بصاروخ باليستي. ولو أن ضيفنا من صنعاء يقول أن وكذلك جماعة أنصار الله يقولون بأن الهدف هو المطار الملك عبد العزيز. سيد دكتور عبد الوهاب الأفندي، ما الذي يمكن أن يترتب على تطور خطير كهذا؟ يعني واضح أن طبعا ومتوقع كان أن يكون هناك تصعيد. يعني الحوثيين ما زالوا مصرين على موقفهم، ويبدو أنه في التوازنات القائمة في العالم العربي هذه المنطقة هذه الأيام، بما أنه أيضا هناك الآن لقاء في روسيا بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس الروسي، واضح أن هناك يعني تصلب زائد من الروس حول سوريا، وهذا أيضا واضح أنه في لبنان الآن أيضا حزب الله نجح في أنه يأتي بعون، ويريد الآن الإيرانيون ومعهم حلفائهم الروس والعراقيون أن يصعدوا في اليمن. يعني السعودية يجب أن تتوقع من الآن أن هناك ستكون محاولات من الحوثيين بعد أن رفضوا الاتفاقية التي اقترحتها الأمم المتحدة، أنهم لا يريدون اتفاق ويريدوا أن يفعلوا ما حدث في روسيا، ما حدث في سوريا وما حدث في لبنان، أنهم يعني يفرضوا رأيهم. الغريب أنهم بعد أيام قليلة من تسلم المقترحات التي قدمها ولد الشيخ أحمد يفترض أن في هذه المرحلة على الأقل نوع من التهدئة في انتظار الرد يعني. لكن اسمح لي، سواء أنت الدكتور أو حمدان الشهري كررتم إيران أكثر من مرة، أنت تعتقد بأن هذا التطور وراءه إيران بالضرورة؟ طبعا بالضبط، لأنه هناك أيضا واضح أن إيران ما زالت تسرب صواريخ رغم البلوكيد على اليمن، تسرب صواريخ، والآن يبدو أنها تسرب صواريخ من نوع متطور كل مرة. فإذا إيران أعطت صواريخ باليستية تصل إلى مكة إلى جدة، معناها أيضا أعطت صواريخ تصل إلى الرياض، وهناك تجربة لهذا، وبالتالي إيران قررت أن تصعد. واضح أن هذا يعني أمر واضح، وعلى السعودية أن تستعد لذلك، وأن تفهم ربما أن طريقتها الحالية في الحرب قد تحتاج إلى تطوير. نعم. سيد عبد الوهاب الشرفي، كيف تعتقد أن يقع استقبال هذا النوع من الاتهامات المكررة طوال هذه الفترة، ولكن هذه المرة ربما بقوة أكبر، بأن ما يجري هو دفعة إيرانية باتجاه السعودية وقودها جماعة الحوثي هم الأداة في هذه المسألة؟ طبعا الحديث هو كثر، ولهذا أنا قلت أن إيران مسلمين
لأنه يعني دائما المغالطات تمرر بتصوير أن أنصار الله هنا ينفذون الأجندة الإيرانية، وبالتالي أنا أردت أن أوصل رسالة بأنه استهداف الحرم ليس أجندة لأي مسلم كان بمن فيهم إيران، فلا داعي للمغالطة في هذا الأمر. وهم طبعا هم قد زوروا أكثر من حادثة بما فيها تزوير حادثة السفينة العسكرية الإماراتية التي تم تصويرها إنسانية في ظرف ساعة. على كل حال نحن هنا في اليمن يشن علينا عدوانا، قتل حتى الآن أكثر من 12,000 مدني وأصاب أكثر من 30,000 في منازلهم وليسوا في جبهات القتال. واليمنيون هم يدافعون عن أنفسهم، ليس لإيران هنا وجود على الإطلاق. من يريد أن يتحدث عن إيران عليه أن يقدم دليلا في هذا الموضوع، مع التنويه إلى أن قضية حتى لو تمكن مثلا اليمنيون من الحصول على دعم من أي كان ليردوا هذا الظلم الفادح وهذا الوحشية التي تمارس ضدهم، ليس هناك مانع على الإطلاق باستثناء الكيان الصهيوني الذي نضع عليه نحن خطوطا حمراء في قضية الدعم. أما إذا تيسر لليمنيين الحصول على سلاح من أي كان ليردوا هذه الوحشية التي تمارس ضدهم فهذا حقهم الطبيعي، طالما أن المملكة أو التحالف ككل أمعن في القتل وفي الإجرام، وآخرها ما شهده العالم بالكامل بضرب قاعة عزاء تضم ما يقارب 2000 مدني ضربوهم وسط مدينة وفي وضح النهار بكل برود. نعم. دكتور حمدان الشهري، التحالف العربي والسعودية جاءوا إلى اليمن لحل ما اعتبر انقلابا ولإعادة الشرعية. الآن السعودية الآن أصبحت تقريبا في موقف دفاعي، أصبحت الصواريخ اليمنية أو الصواريخ المنطلقة من اليمن تأتي إليها مهما كانت أهدافها داخل المملكة. هل هذا تطور كبير الآن في علاقة التحالف العربي والسعودية بالمسألة اليمنية؟ عزيزي، المملكة العربية السعودية عندما ذهبت لاستعادة الشرعية ومساعدة إخوانها في اليمن لم تكن تحسب حساب ما الذي سيحصل، لا يهمنا. لماذا؟ لأنه نقوم بدعم إخواننا، ومثل هذه الآثار السلبية نتوقعها، فلذلك نحن مستعدين للدفاع عنه وعن إخواننا. وما هذه ترى بعض الصواريخ إلا محاولة من الحوثي ليقول أنني موجود، ولكن كل محاولاته تبوء بالفشل ولله الحمد. أنا أقول لك بكل صراحة أنه لأننا دائما نستخدم أسلحة ذكية أو قنابل ذكية ونحاول أن يكون الحرب نظيفة ونبيلة ولا تصيب الكثير من المدنيين، ولا لو استطعنا أن نستخدم الطريقة الروسية لا الآن قبرنا الحوثي وقبرنا حتى من يقف معه تحت أنقاض هذه الجبال. لكن نريد أن نعيد البلد إلى أهلها ونريد أن نستخدم الطريقة المناسبة، وإلا لكنا استخدمنا طرق كثيرة تستطيع وكفيلة بأن تنهي هذه الحرب بأسرع ما يكون. لكن صبرنا لن ينفذ وسنعمل لتطهير بلداننا العربية والإسلامية. طبعا هو يتحدث عن قاعة عزاء اعترفنا بها وأنه خطأ، لكن هو لم يعترف لا بانقلابه ولم يعترف بأنه خرج على وأن الحوثي دخل في 6 حروب هذه السابعة، وأنه من أوردهم إلى هذه المهالك هذا الحوثي، وهذا تحالف صالح المخلوع معهم. إذن لا يريدون الاعتراف بأنهم هم من السبب بكل هذه المشاكل التي في داخل اليمن اليوم، والتي يتروها الآن من هذه الصواريخ المرمية أو التي يعني أطلقوها حتى على المشاعر المقدسة، كلها بسبب انقلابهم. لو لم ينقلبون، لو تركوا للشرعية ودخلوا بالطرق السياسية، كان اليوم اليمن مستقر، كانت المملكة العربية السعودية ودول الخليج ستساعدهم بدل أن يكون هناك حرب وإطلاق صواريخ. نعم. هل معنى ذلك أننا الآن دكتور أفندي في نهاية البرنامج، هل معنى ذلك أننا أمام تطور جديد ربما من الصعب احتواءه في هذا السياق الذي كنا نشير إليه الآن؟ يعني يجب أن تستعد السعودية لتصعيد. يعني واضح أن هناك الآن تصعيد، وبالتالي لا بد من وضع حسابات لهذا، لأنه الحوثيين يبدو أنهم واثقين من حلفائهم وأنهم لن يستسلموا إلا إذا هزموا هزيمة عسكرية واضحة. ألا يمكن أن يكون هذا التصعيد مدعاة لكل الأطراف أن تهرع الآن للانكباب على دراسة مقترحات ولد الشيخ أحمد وبالتالي محاولة صحيح. يعني هو التصعيد يكون أحيانا محاولة للوصول إلى خلق توازن قوة، لأنه الآن لا يوجد توازن قوة بين الحوثيين والسعودية والتحالف العربي،
وبالتالي قد يكون هذا واحد لكن من الواضح أنه الحوثيين كمجموعة ليسوا من جماعة المفاوضات، وإلا لكان لما قام الانقلاب ولما قامت الحرب، يعني هم كانوا وقعوا على اتفاقية وكانت تكفي الحل، ولا كان في داعي لكل هذا لو أنهم كانوا يحترمون ما يوقعون عليه. ماذا لو هدأت الأمور في لبنان بانتخاب رئيس، هدأت الأمور نسبيا في حلب؟ هل تعتقد بأن هذا ربما يقودنا لنوع من التهدئة في الملف اليمني إذا كان هذا هو التوجه في الفترة المقبلة؟ يحتمل، يعني الآن واضح أن أمريكا والغرب متجهين إلى الضغط على روسيا هناك، فربما لو روسيا وإيران وجدوا أن هناك مشكلة في سوريا قد يحاولوا أن يكون أكثر مرونة هنا. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. شكرا لضيفنا من الرياض الدكتور حمدان الشهري الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، وشكرا أيضا لضيفنا من صنعاء كان معنا عبر الهاتف عبد الوهاب الشرفي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. السلام عليكم. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي مساء الخميس من محافظة سعدة باتجاه مكة المكرمة. وقد أقر الحوثيون بإطلاق الصاروخ، لكنهم قالوا إنه استهدف مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما دلالة إقدام ميليشيا الحوثي على استهداف الموقع الأكثر قداسة لدى المسلمين؟ وما هي التبعات المتوقعة لهذه الخطوة على مسار المواجهات ضد ميليشيا الحوثي في اليمن؟ في معرض إنكار استهداف قبلة المسلمين مكة المكرمة بصاروخ باليستي مساء الخميس، لم ترى ميليشيا الحوثي في اليمن حرجا في ادعاء استهداف مؤسسة مدنية كمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، أكثر مطارات المملكة العربية السعودية ازدحاما. قيادة تحالف دعم الشرعية أكدت من جانبها أن الصاروخ كان متجها إلى مكة المكرمة، وأنها اعترضته ودمرته على بعد 65 كيلومترا فقط منها، وقصفت موقع انطلاقه. تقرير ناصر عيد طاهر. أذاهم عابر للحدود، فلا يكتفي مسلح الحوثي والقوات الموالية لصالح بخرق الهدن على أرض اليمن حيث يقاتلون الشرعية، وإنما يحاولون كل ما أمكنهم ذلك نقل المعركة إلى داخل الأراضي السعودية. هناك صعدوا هجماتهم منذ فشل مشاورات الكويت، وزادوا الجرعة بعد إعلان الهدنة الأحدث قبل أسبوع. حتى الآن بلغت خروق ميليشيات الحوثي صالح ضد منطقة نجران بجنوب السعودية وحدها نحو 80، وقد أحصى متابعون 35 صاروخا انطلقت باتجاه السعودية منذ بداية عمليات التحالف في اليمن أواخر مارس من العام الماضي. ثم جاء الصاروخ الأحدث، وهو من الطراز الذي يتهم الإيرانيون بالوقوف وراء تهريبه أو نقل تقنيات تعديله. أخطر ما في الصاروخ ليس كونه باليستيا كما تباهي بذلك الميليشيات التي أطلقته من محافظة صعدة اليمنية، وإنما وجهته مكة المكرمة. ومع أن التحالف العربي يؤكد اعتراض الصاروخ وتدميره والرد باستهداف موقع الإطلاق، فإن الفعلة الحوثية بدت سابقة خطيرة لم تتوقف إدانتها عند حدود المملكة. لا مفر من السؤال هنا: باسم من ولمصلحة من يقاتل هذا الفريق الذي لا يراعي لمقدسات المسلمين حرمة؟ يقول وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن جماعة الحوثي وقوات صالح المدعومين من إيران لم يراعوا إلا ولا ذمة باستهدافهم البلد الحرام وقبلة المسلمين حول العالم. ولأن مكة كذلك، فقد اعتبر مجلس التعاون الخليجي استهدافها استفزازا لمشاعر المسلمين واستخفافا بالمقدسات الإسلامية وحرمتها.
بدا ذلك للمجلس أيضا دليلا بارزا على إمعان جماعة الحوثيين وقوات صالح في تجاوزاتها ورفضها الانصياع لإرادة المجتمع الدولي وقراراته. يبدو ذلك آخر هموم الميليشيا التي تزعم أن صاروخها المسمى بركان واحد، وهو صاروخ سكود مطور محليا، إنما كان يستهدف مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، أشد مطارات المملكة زحاما، وكأن هذه أخف من تلك وأيسر على التبرير. وبعيدا عن تلك المزاعم، فإن أي مراقب محايد للمشهد سيسأل عن سر امتلاك تحالف الانقلاب في اليمن حتى الآن لتلك المنظومة الصاروخية. واضح أنه يعني لم يكن يهم بالنسبة لجماعة الحوثي صغت في مكة أم صغت في جدة، وواضح أنه الاستهداف قد كان يعني يبدو موجه إلى أحد الهدفين بالذات المطار، لأنه كان سيكون يعني ضربة قوية إعلامية، ولكنه أنا أعتقد كمان بيكون كعمل إرهابي يذكر بعمليات 9/11، لأنه أنت إذا ضربت مطار ممتلئ بالمواطنين والطائرات بتطلع وتنزل، فقطعا أنت ستمارس عمل تدمير كبير. ويعني في الحديث أنه يعني دم امرئ مسلم بريء أهم يعني أكبر عند الله من الكعبة، وبالتالي في هذا الأمر وقتل الأبرياء لا يقل فظاعة الحقيقة عن قصف الكعبة. ولكن هذا هو تصعيد، واضح أن عملية التصعيد، وأنه كما أن بوتين قال أنه يجرب أسلحته في سوريا، كذلك إيران الآن تجرب أسلحتها في السعودية، ويبدو أن الصواريخ الآن تتحرك بمستويات متصاعدة من صواريخ قريبة إلى صواريخ بعيدة، فبالتالي لا يهم في حدث أين كان الهدف، لأن واضح أنهم لم يكونوا يهتمون بأين سقط. نعم. سيد عبد الوهاب الشرفي، نرحب بك من جديد. ضيفانا سواء الدكتور حمدان الشهري أو الدكتور عبد الوهاب الأفندي يجمعان على أن الهدف سواء كان مكة وهو أمر جلل أو كان المطار وهو أمر خطير، يؤكد أن هناك تصعيد من قبل جماعة أنصار الله، جماعة الحوثي، ومن ورائهم إيران. ما هو التصور السائد في صنعاء؟ أين أنت؟ هو بالطبع الحديث عن أن الهدف هو مكة المكرمة هو نوع من الجنون. اليمنيون هم جزء من الأمة المسلمة، ومكة المكرمة هي محرمة لديهم كما هي محرمة لدى السعودية ولدى إيران ولدى غيرها من الدول الإسلامية، ولهم فيها شاهد هو الركن اليماني على أنهم يقدسونها. الحديث الذي تم من هنا بأن الصاروخ أطلق باتجاه مطار الملك عبد العزيز الذي يضم القاعدة الجوية المعروفة للقوات الجوية السعودية التي تنطلق منها الطائرات لقصف أشد الحرمات عند الله عز وجل، وهي الأنفس المسلمة التي يقصفونها في كل مكان في اليمن، في منازلهم وفي قاعة أعراسهم وعزائهم، وهذا الأمر أصبح معروفا. بيان التحالف هو يدعم ما يقول به الجيش اليمني، لأنه يقول أنه اعترضه على بعد 65 كيلومتر، وهذه المسافة هي تقريبا مقاربة أقل قليلا أو أكثر قليلا من المسافة التي تبعد جدة التي تضم هذا المطار، وبالتالي هو كان بالفعل في أجواء جدة وليس في أشواء جدة، ولكنه تم اعتراضه. يعني لا يمكن أن ننتظره حتى لا يمكن أن ننتظره حتى يضرب مكة لنتأكد من أنه موجه إلى مكة. يا سيدي الكريم، هذا الصاروخ الذي أطلق هو صاروخ باليستي، والصاروخ الباليستي يعرف الجميع أنه يسير في اتجاه واحد، لا يمكن أن يصل إلى نقطة تبعد 65 كيلومتر ثم يغير اتجاهه باتجاه مكة، بمعنى أنه ليس هناك صواريخ معروفة بالصواريخ المجنحة هي التي يمكن أن تغير مساراتها في الجو. أما هذا فهو صاروخ باليستي له مسار واحد لا يمكن أن يغيره، وبالتالي لا يمكن حرفه باتجاه الشرق باتجاه الحرم المكي على الإطلاق، مع التأكيد على أن هذا الأمر لا يحتاج أساسا إلى جدل، لأن اليمنيون هم مسلمون والكعبة هي حرمتهم كما هي حرمة غيرهم. ولكن هل استهداف يعني حتى إذا سلمنا جدلا بأن مكة ليست هي المستهدفة للاعتبارات التي ذكرتها، استهداف هذا المطار حتى وإن كانت فيه ما تشير إليه القائمة في
العالم العربي، هذه المنطقة هذه الأيام، بما أنه أيضا هناك الآن لقاء في روسيا بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس الروسي. واضح أن هناك يعني تصلب زائد من الروس حول سوريا، وهذا أيضا واضح أنه في لبنان الآن أيضا حزب الله نجح في أنه يأتي بعون، ويريد الآن الإيرانيون ومعهم حلفائهم الروس والعراقيون أن يصعدوا في اليمن. يعني السعودية يجب أن تتوقع من الآن أن هناك ستكون محاولات من الحوثيين بعد أن رفضوا الاتفاقية التي اقترحتها الأمم المتحدة، أنهم لا يريدون اتفاق ويريدوا أن يفعلوا ما حدث في روسيا، ما حدث في سوريا وما حدث في لبنان، أنهم يعني يفرضوا رأيهم. الغريب أنهم بعد أيام قليلة من تسلم المقترحات التي قدمها ولد الشيخ أحمد، يفترض أن في هذه المرحلة على الأقل نوع من التهدئة في انتظار الرد يعني. لكن اسمح لي، سواء أنت الدكتور أو حمدان الشهري كررتم إيران أكثر من مرة، أنت تعتقد بأن هذا التطور وراءه إيران بالضرورة؟ طبعا بالضبط، لأنه هناك أيضا واضح أن إيران ما زالت تسرب صواريخ رغم البلوكيد على اليمن، تسرب صواريخ، والآن يبدو أنها تسرب صواريخ من نوع متطور كل مرة. فإذا إيران أعطت صواريخ باليستية تصل إلى مكة إلى جدة، معناها أيضا أعطت صواريخ تصل إلى الرياض، وهناك تجربة لهذا، وبالتالي إيران قررت أن تصعد. واضح أن هذا يعني أمر واضح، وعلى السعودية أن تستعد لذلك، وأن تفهم ربما أن طريقتها الحالية في الحرب قد تحتاج إلى تطوير. نعم. سيد عبد الوهاب الشرفي، كيف تعتقد أن يقع استقبال هذا النوع من الاتهامات المكررة طوال هذه الفترة، ولكن هذه المرة ربما بقوة أكبر، بأن ما يجري هو دفعة إيرانية باتجاه السعودية وقودها جماعة الحوثي هم الأداة في هذه المسألة؟ طبعا الحديث هو كثر، ولهذا أنا قلت أن إيران مسلمين، لأنه يعني دائما المغالطات تمرر بتصوير أن أنصار الله هنا ينفذون الأجندة الإيرانية، وبالتالي أنا أردت أن أوصل رسالة بأنه استهداف الحرم ليس أجندة لأي مسلم كان بمن فيهم إيران، فلا داعي للمغالطة في هذا الأمر. وهم طبعا هم قد زوروا أكثر من حادثة، بما فيها تزوير حادثة السفينة العسكرية الإماراتية التي تم تصويرها إنسانية في ظرف ساعة. على كل حال نحن هنا في اليمن يشن علينا عدوانا، قتل حتى الآن أكثر من 12,000 مدني، وأصاب أكثر من 30,000 في منازلهم وليسوا في جبهة قتال، واليمنيين هم يدافعون عن أنفسهم. ليس لإيران هنا وجود على الإطلاق. من يريد أن يتحدث عن إيران عليه أن يقدم دليلا في هذا الموضوع، مع التنويه إلى أن قضية حتى لو تمكن مثلا اليمنيون من الحصول على دعم من أي كان ليردوا هذا الظلم الفادح وهذا الوحشية التي تمارس ضدهم، ليس هناك مانع على الإطلاق باستثناء الكيان الصهيوني الذي نضع عليه نحن خطوطا حمراء في قضية الدعم. أما إذا تيسر لليمنيين الحصول على سلاح من أي كان ليردوا هذه الوحشية التي تمارس ضدهم فهذا حقهم الطبيعي، طالما أن المملكة أو التحالف ككل أمعن في القتل وفي الإجرام، وآخرها ما شهده العالم بالكامل بضرب قاعة عزاء تضم ما يقارب 2,000 مدني ضربوهم وسط مدينة وفي وضح النهار بكل برود. نعم. دكتور، هدف مبرر؟ هم استهدفوا القاعدة الجوية التي تنطلق منها الطائرات لقتل المدنيين هنا، وهو هدف مبرر وأكثر من مبرر، طالما أن الطائرات تنطلق من هناك لقتل المدنيين ولشن عدوان على اليمن، من الطبيعي أن تضرب هذه القواعد الجوية. في الأخير هدف عسكري مشروع يعرفه الجميع، وليست هذه المعلومة سرا، بإمكان أي شخص أن يدخل فقط إلى جوجل ويبحث وسيجد أن المطار هذا يحتوي أكبر قاعدة جوية للمملكة العربية السعودية، وهي قاعدة عسكرية وليست مدنية. نعم. لنسأل الدكتور حمدان الشهري حول هذا التبرير لما جرى.
يعني في الواقع السيد عبد الوهاب كل مرة يعني يفاجئنا بتبريرات، وللأسف هذه المرة يقف في صف إيران عندما يقول حتى إيران هي مسلمة ولا تفعل من ذلك. هو بهذه يعطينا الهدية، وبكل بساطة نقول الكل يعرف ماذا فعلت إيران، الكل يعرف أن المملكة العربية السعودية مسكت مع الحجاج الكثير من المتفجرات، والكل يعرف الفوضى العارمة التي فعلتها في الحرم والقتل والهرج والمرج الذي قامت به إيران. إذا هو اصطف مع إيران فهو ببساطة سهل علينا هذا النقاش واعتراف ضمني بما يريدونه. أما عندما يقول بأنه هذا الصاروخ يرمى ويعني يريد أن يصيب، أنا لا أعرف أن هناك قاعدة جوية. أنا أعرف أنه مطار الملك عبد العزيز هو لاستقبال الحجاج والمعتمرين، وهو من أكبر المطارات الذي يستقبل مئات الآلاف إن لم يكن الملايين يوميا ذاهبين للعمرة وحتى في موسم الحج. إذن هو كان يريد أن يستهدف المسلمين، يقول يقصف لديهم المسلمين. هو كان يريد في مكة لا سمح الله، كان استهدف الحرم واستهدف المسلمين في أطهر بقاع الله. يعني هذا تبرير في الواقع ليس تبرير. ولو كانوا صادقين يريدون أن يصيبوا أو أن يعني يضربوا إحدى هذه القاعدات الجوية، هناك ما هو أقرب يعني على الحدود اليمنية أو أقرب. لكنهم لماذا اختاروا هذا المكان؟ يريدوا أن يرسلوا رسالة بأننا نستطيع أن نصل حتى إلى الحرم وأن نهدد الحرم. عندما تقول إيران دائما وأبدا أنتم لا تستطيعون أن توفروا أمان للحجاج والمعتمرين، يريد أن يقول نفس الشيء اليوم الحوثي ويرمي ويقول سيكون حجاجكم أو معتمريكم في خطر وصواريخنا تصل إليها. يقول عن بعد 65. هل لديه ضمان أن هذا الصاروخ لن يقع ويكون قريب من الحرم؟ يجب ألا حتى يفكر بأن يرسل هذا حتى في تلك المناطق، أو حتى منطقة قريبة ب60 كيلو حتى ما يقول، بل حتى 600 كيلو، حتى يضمن ألا يقع في يعني المشاعر المقدسة. على كل هو هذا الصاروخ يعني سيد شهري. نعم، هذا الصاروخ بغض النظر عن الهدف، سواء كان مكة المكرمة أو كان مطار الملك عبد العزيز، يعتبر تصعيد. ونريد فقط فاصل حتى نتطرق بعد ذلك للتبعات المحتملة لهذا التطور الخطير في المواجهات على الحدود أو بين اليمنيين والسعوديين. إلى اللقاء. أهلا بكم من جديد. ما زلتم معنا في هذه الحلقة التي نتناول فيها أبعاد وتأثيرات التصعيد الحوثي الإيراني ضد السعودية على ضوء استهداف الحوثيين لمكة المكرمة بصاروخ باليستي. ولو أن ضيفنا من صنعاء يقول أن، وكذلك جماعة أنصار الله يقولون بأن الهدف هو المطار الملك عبد العزيز. سيد دكتور عبد الوهاب الأفندي، ما الذي يمكن أن يترتب على تطور خطير كهذا؟ يعني واضح أن طبعا ومتوقع كان أن يكون هناك تصعيد. يعني الحوثيين ما زالوا مصرين على موقفهم، ويبدو أنه في التوازنات اللي قد لا يكون لتلك الصواريخ تأثير كبير في مسار المواجهات العسكرية لصعوبة الاستمرار في تخزينها واستخدامها، لكن مزاوجة إطلاقها مع المعارك الدائرة على الحدود توشك أن تحول الأنظار عن الصراع اليمني بين الشرعية وقوى الانقلاب، وتلك ربما من المقاصد الأساسية للحوثيين وحلفائهم. نرحب بضيوفنا في هذه الحلقة في الاستوديو الدكتور عبد الوهاب الأفندي، رئيس برنامج العلوم السياسية والعلاقات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. من الرياض الدكتور حمدان الشهري، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. ومن صنعاء عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي عبد الوهاب الشرفي. نبدأ بالدكتور حمدان الشهري في الرياض. إطلاق هذا الصاروخ كيف فهم في المملكة العربية السعودية؟ أهلا بك عزيزي، وحييك وحيي مشاهدي قناة الجزيرة. أهلا وسهلا. على كل حال، تعرف هو فهم بأنه يعتبر مرحلة جديدة وفصل جديد يكشف فيها ميليشيا الحوثي التابعة لإيران بأنها لا ترعى طبعا ولا تحترم حرمة مكان ولا تهتم بحياة إنسان. اليوم توضح بأنه تستفز مشاعر المسلمين، وأنها تقوم بضرب أقدس مقدسات المسلمين ولا ترعى عن ذلك ولا تقف حتى يعني عن ذلك.
وهذا إن دل يدل يا سيد الكريم. لو تذكر قبل شهر كنا في موسم الحج، وكانت إيران تعرف تروج لذلك، وإيران هي زعيمتهم التي تقدم على مثل هذه المشاكل أعتقد، وحتى أن تلحق الضرر بالحرمين الشريفين. عندما تأتي إلى الحج لا ترعى للحج ولا لموسمه ولا المكان أي قدسية أو حتى احترام. إذا الحوثي اليوم يسير على نفس خطى ما سارت عليه إيران، بل وكأنه يريد أن يقول إن لم تستطيعوا إيران في هذا الموسم أن تخربوا في المشاعر المقدسة، فأنا جاهز لأطلق الصاروخ حتى يضرب المشاعر المقدسة ليقوم بذلك نيابة عنكم. يعني لا نستطيع فهم أكثر من ذلك. ما الذي يريد أن يرسله الحوثي أكثر من ذلك؟ أن يستهدف أقدس مقدسات المسلمين. ما هي الرسالة التي يريدها؟ هل يريد يقول أنني أستطيع أن أصل حتى إلى الحرم، وإذا استطعت أن تصل إلى الحرم وضربت لا سمح الله الحرم، ما الذي تريد وماذا تستفيد؟ أنت تستفز اليوم مشاعر المسلمين، أنت تستفز بل وتعطي المملكة العربية السعودية، وأنا أقولها بكل صراحة، عندما قامت بمحاربة أو قامت باستعادة الشرعية ومحاربة هذه الميليشيات وإيران، يعني عندها الحق في ذلك، لأن هؤلاء لا يرعون لا للإسلام ولا لمقدساتهم أي احترام. وانظر إلى ما يفعلون. إذا نحن على حق في مواجهتهم، نحن على حق في مواجهة إيران، نحن على حق إلى مواجهة هذه المشاريع الهدامة التي لا تحترم لا للمسلم ولا للإنسان إنسانيته، ولا تحترم المشاعر المقدسة أماكنها أو حرمتها. ولكن سيد شهري، اسمح لي سيد شهري، يعني سواء كان هذا الصاروخ فعلا يستهدف مكة المكرمة كما تقولون، أو يستهدف مطار الملك عبد العزيز كما تقول جماعة الحوثي، سيد عبد الوهاب الشرفي، سواء كان هذا هو الهدف أو هذا هو الهدف، الأمران صعب أنه يتم استقبالهم كهدف مبرر عسكري أو أخلاقي. مساء الخير لك ولضيفك الكريم. مساء الخير سيدي. بعد مساء الخير انقطعت المكالمة، إذن سنحاول أن نعود إلى السيد عبد الوهاب الشرفي. دكتور عبد الوهاب الأفندي، عندما يقال بأن الهدف لم يكن مكة وأن مكان مطار الملك عبد العزيز، هذا يعني رب عذر لا يقل قبحا عن الذنب، يعني كيف ترى هذه المسألة؟ يعني بما أنه هذا أصلا صاروخ يعني غير موجه وليس سمارت، يعني من النوع الذكي الذي ممكن أنت تبرمجه، ف